السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي حقيقة ظهور 3 علامات عجيبة للساعة في مكة المكرمة؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. جاءتني رسائل كثيرة من بعض الإخوة والأخوات الأفاضل يسألونني عن صحة حديث سمعوه من أحد الدعاة الأفاضل حفظه الله ورعاه، وهو يتكلم عن ظهور 3 علامات للساعة في مكة المكرمة. واستدل هذا الداعية الفاضل الكريم استدل بهذه الرواية التي رواها ابن أبي شيبة عن يعلى ابن عطاء العامري عن أبيه، يعني عن عطاء العامري، أنه قال: كنت آخذا بلجام دابة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كان ماسك لجام الدابة بتاعته. فقال له عبد الله ابن عمرو: كيف أنتم، يعني كيف حالكم إذا هدمتم البيت، يعني هدمتم الكعبة، فلم تدعوا حجرا على حجر، يعني جبتوها لحد الأرض. قالوا: ونحن على الإسلام. قال: وأنتم على الإسلام. قلت: ثم ماذا؟ القائل هنا هو عطاء العامري بيسأل عبد الله بن عمرو ايه اللي ممكن يحصل تاني؟ قال له عبد الله بن عمرو: ثم يبنى أحسن ما كان، هتهدموه خالص وهتبنوه أحسن ما كان. فإذا رأيتم مكة قد بعجت كظائم، هنشرح ده كله دلوقتي، ورأيت البناء يعلو رؤوس الجبال، فاعلم أن الأمر قد أظلك، يعني القيامة قربت أو علامات الساعة الكبرى قربت. وذكر هذا الداعية الحبيب أن تلك العلامات الثلاثة قد حدثت بالفعل. فذكر أول حاجة أنه قد هدمت الكعبة على عهد عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما، وكانت قد تضررت بسبب حريق فهدمها حتى أتى على جذورها وبناها أحسن ما تكون. قال: والحاجة الثانية اللي هي ورأيتم مكة قد بعجت كظائم. يعني ايه بعجت كظائم؟ يعني هيبقى فيها ايه؟ شقت كده وفتحت فيها الآبار المتقاربة، يعني هيشق فيها الآبار المتقاربة ويبقى بينها كده مجرى في باطن الأرض يسيل فيه ماء الآبار العليا إلى السفلى حتى يظهر على الأرض، وهي القنوات. وقال أن ذلك حدث بالفعل في عهد الدولة العباسية في عهد هارون الرشيد، وكانت امرأته زبيدة عملت قنوات كثيرة جدا. والحاجة الثالثة: ورأيت البناء يعلو رؤوس الجبال. قال إن طبعا ده حدث في هذا الزمان بارتفاع الأبراج والفنادق فوق رؤوس جبال مكة. ثم بعد ذلك قال ابن عمرو عن تلك الأشياء الثلاثة: إذا رأيت هذا فاعلم أن الأمر قد أظلك، يعني الساعة قد اقتربت. تمام؟ طبعا الجواب على هذا لما الإخوة بيسألوا هل هذا الأثر هل هو صحيح؟ هو طبعا يعني لا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هل الأثر ده صحيح، وهل يعني ثبت أنه صحيح؟ الحقيقة أن هذا الأثر لا يؤخذ على محمل المرفوع الثابت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب ثلاثة. 3 أسباب تجعلنا لا نعتبر هذا الأثر ولا نعمل به ولا نعتبره صحيحا أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هم ال3 أسباب؟ السبب الأول ضعف الأسانيد. أسانيد الأثر ده كلها ضعيفة، جاء من 3 طرق، كل الطرق ضعيفة. أخونا الفاضل ربنا يحفظه ويبارك فيه قال هي الطرق ضعيفة، لكن لكثرة تردد هذه الطرق أو كثرة هذه الروايات فيعضد بعضها بعضا. لا، الضعيف لا يعضد الضعيف، فالروايات كلها ضعيفة، 3 روايات كلها ضعيفة فلا يعمل به. الحاجة الثانية هي شهرة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه في التحديث أحيانا، بقول أحيانا، عن الإسرائيليات، فبيختلط الأمر على بعض الرواة في كثير من الأحيان. وكما تعلمون الإسرائيليات مليئة بأخبار آخر الزمان وإشارات أحداث الزمان. الحاجة الثالثة والأخيرة هي دخول الاجتهاد والقياس في هذا الباب، بعبارة أخرى دخول النظر والفراسة واستشراف المستقبل والتبصر في أخبار هذا الباب لدى بعض الصحابة وكثير من التابعين، لأن أصلا علو البنيان ما هو مثبت في أخبار أخرى، في علامات ساعة أخرى. يعني لو اعتبرنا دي علامة، طب ما هي نفس العلامة مثبتة في أحاديث أخرى صحيحة، يبقى ده تكرار لنفس العلامة. هو مش ورد في الحديث ان النبي عليه السلام لما سأله جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان والإحسان ثم سأله عن الساعة قال: ما المسؤول بأعلم من الساعة، ثم سأله عن أماراتها، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في من أمارات الساعة هو تطاول الحفاة العراة رعاء الشاء، تطاولهم في البنيان.
فهذا مثبت في حديث آخر، فلا نحتاج إلى هذه الرواية، وهي رواية ضعيفة لا ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل وردت من طرق كلها ضعيفة. ولذلك فلا يبعد إن عبارة ابن عمرو في الأثر السابق إنما كانت تصرفا في معنى حديث الحفاء العراء وتطاولهم في البنيان وغيره من الأحاديث. وأخيرا فهدم الكعبة وتفجر الماء وجريانه في جزيرة العرب من أشراط الساعة الواردة في أحاديث أخرى. فلو اعتمدنا هذه الرواية هي هتبقى تكرار لعلامة ساعة أخرى وردت في أحاديث أخرى، والأحاديث الأخرى صحيحة وهذه الرواية ضعيفة. إذن فهذا الأثر لا نعمل به لأنه ضعيف، ولو اعتمدناه كأثر صحيح فهناك روايات أصلا صحيحة في نفس العلامة بأحاديث في البخاري ومسلم، فلا نحتاج إلى هذا الأثر، والله أعلى وأعلم سبحانه وتعالى. والحقيقة يا جماعة الخير ان مش كل حاجة لابد ان احنا نلصقها في علامات الساعة. يعني علامات الساعة مذكورة ومعروفة والحمد لله، وعندنا من الاحاديث الصحيحة ما يكفينا بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني عندنا، انا لما جيت عملت كتاب قصة النهاية في شرح علامات الساعة الصغرى والكبرى، يعني في الوقت ده طبعا الواحد طبعا لازم يجدد نفسه، يعني كما قال الامام احمد بن حنبل: مع المحبرة الى المقبرة. انا لما عملت هذا الكتاب اوردت فيه، يعني اوردت قبل ما يطبع كتاب اوردت 120 علامه صغرى. العلامات الكبرى ما فيهاش كلام، علامات الكبرى معروفه انها علامات 10 علامات لا فيها اجتهاد ولا زياده ولا نقصان، كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها في روايتين في حديث واحد في صحيح مسلم ولم يرد غيرها. روايه عند مسلم بروايتين، روايه ذكرها بترتيب وروايه ذكرها بترتيب ثاني. باجتهاد نجد ان الروايات بتثبت ان علامات الساعه الكبرى بترتيبها كالاتي: ظهور المسيح الدجال، نزول عيسى بن مريم عليه السلام، ثم ظهور يأجوج ومأجوج، ثم طلوع الشمس من المغرب، ثم ظهور الدابة، ثم الدخان، ثم الخسوفات الثلاثة: خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب. والعلامة رقم 10: نار تحشر الناس إلى أرض المحشر. أما العلامات الصغرى فأنا ساعتها جمعت 120 علامة. مع تحقيق الأحاديث لم يثبت عندي منها إلا 94 علامة. مع إعادة تحقيق أحاديث أخرى لقيت في 6 علامات أخرى ثبتت، فكملت العلامات 100 علامة بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.